أخي الكريم، لك أن تحرم في بيتك أو في المطار إذا كنت تقصد مكة، ويمكنك الإحرام في الطائرة، لكن قبل الميقات. لا تتجاوز الميقات إلا بالإحرام، واتبع الخطوات التالية: قص أظافرك، وأزل شعر الإبط والعانة، واغتسل. البس ملابس الإحرام، والمرأة تلبس ما يستر عورتها غير ملتزمة بزي معين، فإن إحرام المرأة أن تستر عورتها. اجعل إحرامك بعد صلاة، فلو كانت فريضة فحسبك، وإن كانت نافلة فحسبك، ولو بنية الوضوء الذي توضأته. واعلم أنه ليس للإحرام سنة مخصوصة. إذا كنت تنوي الحج متمتعة فقل لبيك اللهم بعمرة، فإذا كنت قارنة قل لبيك عمرة وحجا، فإذا كنت مفردا قل لبيك حجا، وقل حينئذ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأكثر من التلبية حتى تصل إلى الكعبة المشرفة. أمر الله يطاع، وحدود الله سبحانه وتعالى تحترم، ولقد أحل الله عز وجل لنا كثيرا من الأمور وحرمها علينا تعبدا حال الإحرام. من ذلك إزالة الشعر من الرأس أو من سائر الجسد. ويعفى أخي الحاج عن اليسير الذي يخرج نتيجة الحك، ولكن ليكن حكك برفق. يحرم عليك كذلك تقليم الأظافر من اليدين أو الرجلين، ولو انكسر الظفر وآلمك فلك إزالته ولا شيء عليك. يحرم عليك أيضا أخي الحاج استعمال الطيب بعد الإحرام. أخي الحاج، يحرم عليك قتل الصيد ولبس المخيط، وهذا للرجل على الخصوص. ويحرم عليه أيضا تغطية رأسه بملاصق كعمامة أو خلافه، أما أن يستظل بشمسية فلا بأس. يحرم عليك الجماع ودواعيه من نظر بشهوة وقبلة وخلاف ذلك. أختي المرأة الحاجة الكريمة، يحرم عليك لبس القفاز الجوانتي، ولك أن تستري يديك إن شئت بثيابك، تضعين اليدين أسفل الثياب. وكذلك يحرم عليك النقاب، ولك أن تستري وجهك عن الرجال الأجانب بثيابك، بشيء تنزلينه من أعلى رأسك أو تأخذينه من أحد الجنبين. ومن ارتكب محظورا من هذه المحظورات عالما بتحريمها متذكرا أنه محرم